من هو وراء جفاف نهر دجلة؟ لا تجاوب، تابع الفيديو. هل سمعتم بالنبوءة التي يتناقلها أبناء بلاد الرافدين؟ نبوءة تقول إن دجلة والفرات سيجفان يوما، وإن ذلك سيكون علامة على تغيير كبير في هذه الأرض. في حضارات آشور وبابل كان النهران روح الحياة، أنفاس الأرض ونبضها، وجفافهما لم يكن نهاية بل رسالة للإنسان أن يستيقظ لا أن يخاف. وفي الكتب المقدسة ذكر جفاف الفرات كرمز لمرحلة عبور، مرحلة صعبة نعم، ولكن بعدها يأتي التجديد. واليوم نرى الأنهار تتراجع فعلا، لا لأن النهاية اقتربت بل لأن الإنسان ابتعد عن الأرض، عن الحكمة وعن التوازن. أجدادنا لم يتحدثوا بالخرافات بل بالرموز وبالوعي. جفاف الأنهار نداء وليس كارثة، نداء لعودة إلى أرض آشور بروح جديدة، لنحمي الماء ونصون الطبيعة ونعيد الوصل بالجذور. بلاد الرافدين لا تموت، هي تذكر وتعلم وتنهض من جديد. والسؤال ليس هل ستجف الأنهار، بل هل سنسمع النداء ونستجيب؟